الكنافة بالمانجا من أهم وألذ أطباق الكنافة اللي بنستنى كلنا شهر رمضان الكريم علشان نعملها. بس للأسف دلوقتي أسعارها بقت خرافية، وخصوصا كمان لو عندك عزومة ومحتاجة منها كمية أسعارها بتكون عالية جدا. إن شاء الله بإذن الله هنعملها النهاردة بطريقة اقتصادية، يعني المكونات اللي احنا هنشتريها نقدر إن احنا نعمل منها صينيتين وتلاتة. وطبعا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها تحفة وطعمها جميل زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. نسمي ولاد نبدأ الوصفة. أول حاجة أنا جبت هنا نص كيلو من الكنافة المفرزة، يعني حطيتها في الفريزر قبلها بليلة. ودي نفس الطريقة اللي المحلات بتعملها بيها، هتطلع معاكي بإذن الله زي ما بتشتريها من المحلات بالظبط. فبتكون هنا مجمدة، وهتبتدي اللي انت كده تكسريها بإيدك. ممكن كمان اللي انت تستخدمي المقص عشان تبقى سهل عليكي، أو في الكبة أو في الخلاط. المهم اللي انت تكوني كده مفتفتاها، وعشان كده قلت لك فرزيها أو خليها متلجة علشان لما تيجي تكسريها تبقى سهل عليكي. بعد كده أنا جبت حلة تكون غويطة وحطيت فيها كمية كده محترمة من السمنة، عشان الكنافة بتحب السمنة كتير، يعني حوالي كده كوباية من السمنة. وهبتدي اللي أنا أقلب الكنافة كويس جدا بالسمنة. طب أنا لو عايزة أحمّرها في الفرن، يبقى برضه نفس الطريقة إن أنا هاحط عليها كمية كويسة من السمنة في صينية، وأحطها في الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد بالضبط معاكِ نُص ساعة. لكن بما إن إحنا النهارده عايزين نسهّل الحكاية ونعملها من غير فرن، فأنا حطيتها هنا في الحلة، وابتديت اللي أنا أقلّبها كويس جدًا. لو اخترتِ اللي أنتِ تحمّريها في الحلة، يبقى مهم جدًا إن الحلة بتاعتِك تكون غويطة، علشان هي طبعًا مفتفتة وأنتِ هتقلّبيها كتير ما تتهدّرش منِّك وتبهدل لِك البوتاجاز. ولازم النار بتاعتِك تكون هادية أو يعني متوسطة لهادية، وهتقلبيها كل شوية عشان ما تتحرقش منِّك، يعني زي أكنِّك بتعملي الشعرية بالضبط، لحد كده ما تاخد اللون الدهبي الجميل ده. بس كده، وهتطفي عليها وهي بقى سخنة هتحطي عليها نص كوباية من السكر البودر، وده هيكون بديل السيرم اللي احنا بنعمله بتاع الحلويات. طب احنا لو عايزين نحليها بالعسل ممكن جدا احنا نعملها بالعسل. طب ايه الفرق ما بين العسل والسكر البودر؟ السكر البودر هيخلي معاكي الكنافة كده مقرمشة، وهتقعد معاكي أطول فترة، لو أكلتيها بعد يومين أو ثلاثة أكنك لسه عاملاها بالظبط. لكن السيرم اللي احنا بنعمله بالسكر والليمون هيكون معانا طري شوية، يعني هيخلي الكنافة طرية. فده يُفضّل لو أنتِ بتحبّي الحاجة الطرية، أو لو هتاكليها على طول تعمليها بالسيرم. وأنا هاسيب لكم الطريقة بتاعته في صندوق الوصف إن شاء الله، وبرضه هاعمله معاكم في فيديو تاني إن شاء الله. لكن أنا هنا عشان الكنافة أنا عاملاها قبل العزومة بيوم، فأنا فضّلت إن أنا أحط عليها السكر البودر. أهم حاجة إنها تكون سخنة، وطبعًا نحط عليها السكر البودر علشان تبتدي إن السكر البودر يسيح معاها، ويعني مش هيبان، هتبقى محلية من غير ما تبان. بعد كده هنبتدي اللي أنتِ تضغطي عليها في الصينية، أو في أطباق التورت اللي أنتِ هتقدّميها، تضغطي عليها ضغطة جامدة جدًا علشان تستوي وتتماسك مع بعض. بعد كده هنحطها في التلاجة لحد ما نبتدي إن إحنا نحضّر الطبقة التانية اللي هي بتاعة الكريم شانتيه. بس قبل ما أبدأ بتحضير الكريمة هاقطّع الأول هنا الفاكهة اللي هي المانجا، هاقطّعها كده لشرايح، تقدري برضه اللي أنتِ تقطّعيها لمكعبات زي ما أنتِ حابة. أنا ما كانش عندي مانجا متخزنة، أنا اشتريت هنا كيس جاهز، وصراحة طلع جميل جدًا وما شاء الله موفّر، وكمان يعني القطع بتاعته طلعت حلوة أوي. والصراحة عجبني ووفّر عليّا كتير. برضه هاسيب لكم اسم الشركة بتاعته في صندوق الوصف لو حابين اللي أنتم تشتروا نفس المنتج. ولو مش متوفر عندكم المانجا، أنتم بقى خدوا نفس الفكرة، ممكن تطبقوها كويس جدًا على التمر وكمان على الفراولة دلوقتي الموسم بتاعها. بعد ما قطعت بقى الشرايح المانجا، أخدت هنا حبة كده من المانجا، وابتديت اللي أنا أحطهم في الخلاط أو في الكبة، أنا عايزاهم بوريه، يعني أنا ضربتهم من غير مَيّة خالص أو بمَيّة قليلة جدًا بس علشان خاطر تمشّي كده الخلاط. وهاقول لكم أنا استخدمت الحبة دول هاحطهم بعد كده في إيه. بعد كده هابتدي اللي أنا أجهّز طبقة الكريمة، وأنا هنا مستخدمة الكريمة بتاعة دريم، وبجد النتيجة أبهرتني، لإن أنا متعودة معاكم في جميع الكيكات اللي أنا باستخدم الريتش أو المتحدة. بس بجد الكريمة بتاعة دريم ادتني نتيجة حلوة جدًا، وكمان استخدمت الجيلي بتاعهم. بعد كده حطيت محتوى كيس دريم بتاع الكريمة، وحطيت عليه كوباية من الحليب المتلج. أهم حاجة إن الحليب يكون متلج، يكون ساقع جدًا، يعني مثلًا تحطيه حوالي ساعة كده في الفريزر، وبعدين تبتدي اللي أنتِ تحطيه على الكريمة. وحطيت كمان عليه الكوباية من المانجا البوريه اللي أنا ضربتها في الخلاط. وإحنا هنا عملتها بوريه علشان ما تكونش فيها أي نسبة من المَيّة، لإن إحنا هنا حطينا الحليب علشان تكون نسبة الكريمة مضبوطة. وبعدين هابتدي بقى اللي أنا أقلبها هنا، ممكن طبعًا تستخدمي الخلاط ما فيش أي مشكلة. وتسألوني كتير في الكومنتات ينفع اللي أنا أس أخفق الكريمة بالخلاط؟ ينفع جدًا، لو عندِك مضرب كهربائي بيسهّل عليكِ. كمان أنا ضِفت هنا معلقة من القشطة بتعزّز الطعم جدًا. القشطة دي
دي أنا كده مجمعاها من اللبن، لو عندك قشطة بوك أو أي نوع من أنواع القشطة بجد بتخلي الطعم حلو قوي. ممكن كمان تستبدلي القشطة بمعلقة من الكريم باستري. كل الحاجات دي بتخلي الكريمة تقيلة زي ما انتوا شايفين كده، وبجد أكنها كريمة لباني وطعمها بيكون تحفة. بعد كده جبت الكنافة اللي أنا حطيتها في التلاجة، وابتديت اللي أنا أرص بقى كده عليها أول طبقة من الكريمة اللي احنا عملناها. وزي ما انتوا شايفين كده الكريمة تقيلة، يعني فضلت اللي أنا أضربها لحد ما بقت تقيلة كده ومتماسكة. وبعدين هتبدأي بقى اللي انت كده تفرديها بالمعلقة لحد ما تخليها كده متساوية معاكي. بُصّوا بقى زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا لو أنتِ بتعمليها بقى في الكاسات هتبقى نفس الفكرة برضه، هتحطّي طبقة من الكنافة وعليها طبقة من الكريمة، وهتبتدئي كده إن أنتِ تساويها بالمعلقة لحد ما كلّها تكون كده متغطية بالطبقة الأولانية. وبعدين هنجيب شرايح المانجا اللي احنا قطعناها مع بعض، وهنبتدي كده اللي احنا نرصها. احنا قطعناها كده شرايح طويلة. طبعا انت لو قطعاها مكعبات او اي شكل يريحك هتبدأي بقى اللي انت كده ترصيها على طبقة الكريمة، وبعدين هنحطها في التلاجة علشان تتماسك لحد ما نبتدي اللي احنا نجهز الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الجيلي. وطبعا لو انت مستبدلة المانجا بأي نوع فاكهة هي نفس الفكرة، هتبدأي اللي انت كده ترصصيها على الكريمة وبعدين تحطي آخر طبقة. وتخلّي بالِك اللي أنتِ تحطّيها في التلاجة لحد ما تحضّري الطبقة اللي بعدها علشان تتماسك أكتر معاكِ. زي ما قُلت لكم الطبقة الأخيرة استخدمت هنا jelly dream مانجا، وبجد طلع معايا نتيجة تحفة. هاحط هنا محتوى الكيس عليه كوباية من المَيّة المغلية أو كوباية من المَيّة السخنة، ونفس الكوباية اللي عايرت بيها المَيّة السخنة هاحط كمان كوباية من المَيّة الباردة. وأول ما أحط المَيّة السخنة على طول هاقلّب بسرعة علشان ما يمسكش معاكِ، وبعد كده هاحط المَيّة الساقعة وأقلّبها كويس جدًا وهاسيبه يبرد تمامًا. أهم حاجة إن هو يبرد خالص، لإن إحنا لو حطيناه على الكريمة وهو دافي أو سخن فطبعًا هيسيّح الكريمة والطبقات كده هتدخل في بعضها. يعني بُصّي أنا سايباه هنا خلاص ابتدى إن هو يعني كان قرّب إن هو يتماسك، لازم يكون ساقع خالص على الآخر. وبعد كده هاحطه كده على طبقة الكريمة، وهابتدي اللي أنا أوزّعه كويس جدًا عشان ما يبقاش في حتّة وحتّة لأ ما فيهاش جيلي. بقى إيه بعد كده هامسك الصينية كده أهزّها كده هزّة بسيطة علشان أضمن إنها اتوزّعت كويس، وأحطها في التلاجة لمدة ليلة، يعني أقل حاجة ساعتين عشان تحصلي على نتيجة كويسة وتطلع معاكِ كده طبقات. لازم تسيبيها فترة كويسة جدًا في التلاجة من ساعتين ل4 ساعات، لو هتحطيها قبلها بليلة كمان هيبقى كويس أوي. بُص بقى أنا كده هنا قطّعتها وطلعت معايا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. الطبقة الأولانية كده هي الكنافة، والطبقة التانية الكريمة، وآخر طبقة هي المانجا. بجد شكلها تحفة وطعمها ألذ. إن شاء الله تجربوها على طريقتي وتعجبكم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم ورمضان كريم.